أصدقائي المشاهدين، الفيلم ده له جزء أول نزل قبله ومهم إنكم تتفرجوا عليه لأنه مرتبط بالجزء التاني في فيديو النهاردة، وهسيب لكم رابط الجزء الأول في الوصف تحت الفيديو. في أحد البيوت الهادية بتستعد كلير للاحتفال بالكريسماس بعد 3 أيام، ولقت مكالمة تليفون من أصدقائها، وري بطل الجزء الأول زعلان لأنها مش هتروح معاهم للبيت المعزول في الغابة للاحتفال بالكريسماس، وكلير هتقضي الكريسماس مع عيلتها وكلموها بس عشان يطمنوا عليها. وكمان قبل ما ري يقفل المكالمة بيتمنى ليها أيام سعيدة، وكلير لوحدها في البيت ومستنية باقي عيلتها توصل، وهي مش واخدة بالها ظهر السفاح المهرج اللي كان مساعد لبريدي في الجزء الأول، ولكن المرة دي السفاح مقنع بقناع مصنوع من جلد البشر، وقتل كلير وهيستعد الباقي أصدقائها في الكريسماس. والسفاح عاد بعد 2 من الجزء الأول للانتقام لصديقه بريدي اللي طبعا أمه قتلته في الجزء الأول، وري يحاول ينسى اللي حصل وتعرف على أصدقاء جداد، وبيتمنى إنه يعرف يكمل حياته بسعادة. ووصلوا للبيت المعزول اللي في الغابة، وري ما شافش المكان ده من 11 سنة، وبيتمنى إنه يستمتع مع أصدقائه في الكريسماس. ودخلوا للبيت والمكان عجبهم، وقابلوا أم ري اللي مجهزة لري 3 مفاجآت. والمفاجأة الأولى إن العم باتريك هيحتفل بالكريسماس معاهم، والمفاجأة التانية هي إن الأم هتتجوز رئيس الشرطة بروك. وبروك ظهر في الجزء الأول وساعدها للتخلص من حزنها بسبب ابنها بريدي، وعرف ري عمه باتريك وكمان بروك لأصدقائه الجداد، وهم آلانا وريس ودوسون وكاميرون، وكلهم هيحتفلوا بالكريسماس مع بعض. والليل حل وأم ري لسه شايلة المفاجأة التالتة لابنها، والأول مرة في حياتها من 2 حست بالسعادة بسبب بروك اللي ساعدها. والمفاجأة التالتة هي وصول المحقق جيمس، وهو اللي كان بيحقق في قضية بريدي والسفاح المهرج اللي كان بيساعده، وهيحتفل مع العيلة لأنه صديق رئيس الشرطة بروك. وسألت ألانا ري عن كريس، وهو صديق ري الوحيد اللي نجا من الجزء الأول، وقال ري إن كريس مهتم بالبحث عن السفاح المساعد لبريدي، وبعد عن كل الناس وما بيفكرش غير في السفاح وبس. وري في غرفته دايما بيشوف أخوه الصغير بريدي، وري حزين على تحول أخوه لسفاح بسبب غيرته منه، وري كان لازم يحس إن بريدي مريض وغيران عشان على الأقل كان يقدر ينقذه. والمحقق جيمس مكلمش ري خالص على أصدقائه اللي ماتوا، وده طبعا عشان يخلي ري هادي وما يتضايقش. وري نايم بيشوف كوابيس فيها جان صديقته اللي اتقتلت في الجزء الأول، وحاسس إنها حزينة وبتتعذب في عالم الموت. وفجأة لقاها ظهرت ووجهها مخلوع، وقالت لري إن بريدي خلع جلد وجهها، وما اكتفاش إنه بس يقتلها، ده كمان عذبها، ولازم ري يموت لأنه السبب في موت كل أصدقائه. وصحي ري من الكابوس ومش عارف ينام تاني، ولقى راجل غريب ظهر وقال إن اسمه بن، وهو جارهم الوحيد اللي عايش في الغابة المعزولة. وقال بن إنه معاه مسدس لحمايته من الدخلاء اللي بيقتحموا البيوت لسرقتها، ولو ري احتاج أي مساعدة فبن هيساعده في أي وقت. والصبح راح يكلم ري أمه بخصوص كوابيسه وبريدي، وقالت له إنها عمرها ما نسيت بريدي أبدا، وهي حزينة على اللي عمله، ومحملة نفسها مسؤولية إنها دايما كانت بتهتم بري وما خدتش بالها من بريدي، وهما الاتنين مهما حصل مش هينسوا بريدي أبدا. ولقى ري الباب خبط، ولما راح يشوف مين لقى الصحفي والكاتب اللي اسمه رايان، وهو بقاله 2 بيتحايل على ري عشان يكلمه على جرائم القتل، لأن رايان عايز يعمل كتاب وأفلام عن معاناة ري وبريدي والسفاح. ولكن ري قفل الباب في وشه، ومهما حصل مش هيسيب رايان انه يتاجر بمعاناته، ولكن رايان مهما حصل لازم يعرف تفاصيل اكتر. والعم باتريك طمن ري انهم هيحموه من رايان ومن اي حد عايز يأذيه، وطمنوا ان محدش هيضايقهم في الكريسماس ابدا. وقابل ري المحقق جيمس، وطلب منه ري انه يكلمه على اللي حصل لجان، لان ري بيشوفها في الكوابيس ووجهها مخلوع. والكارثة ان جيمس قال انهم فعلا لما لقوا جثة جان لقوا جلد وجهها مخلوع، وجيمس كان خايف انه يقول لري عشان ما يقلقهوش. اذا يا صديقي السفاح متنكر في قناع مصنوع من جلد وجه جان. وانتهز رايان الفرصة لما عرف ان عيلة واصدقاء ري سابوا البيت وراحوا يتمشوا، ودلوقتي هيدخل رايان للبيت للبحث عن اي تفاصيل بخصوص اللي حصل لري من 2.
والسفاح وصل للبيت ومراقب المكان. وقبل ما يدخل رايان للبيت لقى المساعد الخاص به وصل واسمه جيسون. ورايان قرر انه يسيب جيسون يدور على اي تفاصيل في قبو البيت، ورايان هيدور في باقي اركان البيت، ولازم يلاقوا اي تفاصيل بسرعة لان عيلة ري واصدقائه هيوصلوا في اي وقت. ولما نزل جيسون للقبو وما خدش باله من السفاح اللي مراقبه وبيعمل له فخ، ورايان بينادي على جيسون لانهم لازم يمشوا لان رايان سمع صوت عربية ري. ولما ملقاش رايان رد قرر انه يهرب هو ويسيب جيسون. والعيلة والاصدقاء رجعوا للبيت ومستمتعين وبيضحكوا لان الكريسماس بكرة، ومش واخدين بالهم من السفاح اللي مراقبهم. والصبح حل ومتضايق كاميرون لانه اتخانق مع صديقه وويس هو لسه صديق جديد لري والباقيين، ومش مرتاح بخصوص السفاح المساعد لبريدي اللي الشرطة مش لاقياها خالص. وطلب من كاميرون انهم يسيبوا المكان ويمشوا، ولكن كاميرون رفض واتضايق من ويس وهيروح يتمشى لوحده. وكاميرون بيتمشى في الغابة لقى بين جارهم مقتول، وخاف كاميرون ولازم يروح يقول للشباب بسرعة وجري، ولكن السفاح بيطرده. وقبل ما يوصل كاميرون للبيت السفاح قتله، والباقيين كلهم دورهم جاي. والشباب في البيت لاحظوا اختفاء كاميرون، وداوسون بيقول لري انه شاف شخص غريب مراقب البيت، والشخص ده كان مقنع وخايف لا يكون الشخص ده هو السفاح المساعد لبريدي. ونادت الام على ري وقالت له ان ام كلير كلمتها وبتسألها عن كلير بنتها، لانهم لما رجعوا للبيت مش لاقيينها خالص. وبدأ ري يحس بالقلق بسبب كلام داوسون. والام لقت حد خبط على الباب، ولما فتحت الباب لقت شاب اسمه جوليان وعربيته عطلت في الغابة ومفيش شبكة تليفون شغالة، وعايز يستخدم التليفون الارضي اللي في بيت ام ري. وام ري وافقت طبعا انها تساعد جوليان وسلم على الكل، وهو بس هيكلم اصدقائه وهيمشي على طول. ولكن ايه المشكلة ان التليفون الارضي مش شغال، وهيضطر جوليان انه يستنى مع العيلة لحد ما التليفون يشتغل ويكلم اصدقائه. وري مش مرتاح لجوليان لانه شخص غريب، والشباب لحد دلوقتي مش لاقيين ولا كاميرون ولا حتى داوسون. ولقى ري اسطوانة فيديو مكتوب عليها اسمه، واعتقد ان الاسطوانة عليها فيلم وهيشغلوه وهيستمتعوا. ولكن لما شغلوا الاسطوانة لقوا فيديو ظاهر فيه بريدي، وبيقول لهم انهم لو شافوا الفيديو ده فهو اكيد كده مات، ولكنه حذرهم انه كان عامل حسابه انه ممكن يموت ويفشل في الانتقام من ري. ولكن السفاح المهرج صديقه الوفي هينتقم لبريدي ومش هيرحم حد، وبريدي لن يهدأ الا لما يقتل ري. وجوليان بيصور اللي بيحصل يمكن يعرف يكسب فلوس من الفيديوهات دي. ولاحظ بروك ان جوليان بيصور وطردوه من البيت، ولكنه قبل ما يمشي قال لجيمس ان عربياتهم كلها الكاوتشات فيها سكاكين وهم كده محاصرين ومش هيعرفوا يتحركوا من هنا. وحس جيمس ان جوليان مش خطر عليهم، وبروك جهز نفسه لصيد السفاح اللي عايز يصطادهم. والمشكلة انهم مش لاقيين اي شبكة في اي تليفونات في البيت خالص، والسفاح عازلهم. وجوليان طمنهم انه هيحاول يوصل لعربيته ويدور على اي حاجة يساعدهم بيها. وبروك وكريس هيروحوا يدوروا على السفاح، وطلبوا من الباقيين انهم يقفلوا الابواب على نفسهم وما يفتحوش لاي حد خالص. والمشكلة هي ان السفاح اصلا معاهم في البيت، وبروك مش مطمن لجوليان ولكنه هيسيبه يروح لعربيته، ولو حاول يعمل فيهم فخ هم هيقتلوه. وري متضايق ودايما كان حاسس ان السفاح هيظهر في اي وقت وقصة بريدي مش هتخلص ابدا. وحاسس كمان ان كلير وكاميرون وداوسون كلهم مقتولين، ولكن العم باتريك وامه طمنوه انه مهما حصل هم هيحموا ري. وبروك وجيمس هيلاقوا السفاح وهيقتلوه وهم كلهم هيكونوا في امان. ولما الوقت اتأخر زهق ري وهياخد اي سلاح وهيخرج يطمن على بروك وجيمس، ولكنه لما حاول يخرج من البيت لقى الصحفي رايان قدامه وقال له انه هنا للبحث عن مساعده جيسون. وهم لما دخلوا للبيت جيسون اختفى ومحدش شافه من ساعتها خالص. وري والباقيين هيحتاجوا مساعدة رايان ودخلوه للبيت معاهم، وسمع منهم القصة اللي حصلت معاهم في الجزء الاول، وشايف ان الاحداث هتعيد نفسها من تاني. وكلهم
حاسين بالقلق لان بروك وجيمس لسه ما رجعوش للبيت، وهيروح رايان مع ري وهيدوروا على المساعد جيسون. ولما نزل ري ورايان للقبو اكتشفوا ان جيسون مقتول ولقوا جثته، وسمعوا صوت حد في البيت وخدوا اي اسلحة لحماية نفسهم. وفجأة لقوا بروك مغمى عليه ومربوط بره البيت، ولما راحوا يحرروه السفاح ظهر وقتل بروك. ولكن ري وامه ضربوا السفاح وجريوا بسرعة ودخلوا للبيت، ولكن السفاح اقتحم عليهم البيت وضرب العم باتريك، وبيطارد الام ولكنها ضربته واغمى عليه. وري بيخبط على الانا الباب وخايفة ومش عايزة تفتح لحد، والسفاح ظهر وبيصرخوا وطلبوا منها انها تفتح الباب عشان ما يموتوش. ولما السفاح راح يهجم على ري وامه فتحت الانا الباب والسكينة جت فيها والسفاح قتلها. ولما حاصر ري وضربه واغمى عليه نادت الام على السفاح عشان ما يقتلش ابنها، وافتكرت انها تقدر على السفاح ولكنها طبعا فشلت. وحاول رايان انه يفوق ري، ورايان خد مسدس بروك اللي مات، وري فاق وخد المسدس وهيدور على الام. والسفاح مراقبهم وسمعوا صوت الام وهي بتطلب المساعدة وهي في قبو البيت. ولما لقاها ري ساب المسدس وبيحاول ينقذها، وفجأة ظهر جيسون وهو ما كانش ميت ولكنه كان بيمثل، وهجم على رايان واغمى عليه. والقصة يا صديقي ان جيسون هو مساعد السفاح، واتفق معاه على قتل كل الناس اللي في البيت، وبالتالي جيسون هيعمل كتاب عن اللي حصل وهيبقى غني ومشهور بسبب ري. والسفاح المهرج المساعد لبريدي من الجزء الاول ظهر، والسفاح يا صديقي هو دوسون صديق ري الجديد، والنهارده هينتقم لصديقه بريدي اللي مات من سنتين، ودلوقتي مش محتاج مساعدة جيسون خلاص وضلله وقتله. وقال دوسون لري انه على مدار السنتين اللي فاتوا كان مراقبه ونجح انه يتقرب منه وبقى صديقه كمان. وري شخص فاسد لانه نسي اصحابه اللي ماتوا بسببه، وكمان راح يكون صداقات جديدة ونسي اصدقائه وكمل حياته عادي. ودوسون كان مستني تجمع ري باصدقاء جداد عشان يقتلهم كلهم، وبالتالي هيخلي ري يعاني قبل ما يموت، وكده هيكون السفاح حقق هدف بريدي. والعم باتريك ظهر بعد ما فاق من الاغماء وخد الام وهيهربوا. والسفاح دوسون هجم على ري وحاول يقتله، ولكن ظهر ويس وحاول ينقذ ري ولكنه فشل والسفاح قتله. وقبل ما السفاح يقتل ري ظهر المحقق جيمس وهجم عليه، وبمساعدة ري هما الاتنين قتلوا السفاح دوسون. والصحفي رايان فاق وخلاص معاناة ري وامه انتهت، لان طبعا كل السفاحين خلاص ماتوا، حتى بروك لسه حي ولكنه مصاب، وهيمشوا كلهم من هنا بعد ليلة الكريسماس الصعبة. وبالنسبة لجوليان يا صديقي فالسفاح قتله، وجوليان فوق البيت وهيفضل كده هنا للأبد. بس كده يا شباب، دي نهاية الملخص ونهاية جزئين الفيلم، وفي الوصف هسيب لكم روابط لأفلام أكتر.